أصيدك. هالدنيا غدارة. ايش اسوي يا شباب؟ ايش اسوي؟ ترى زهرة شبابي تروح، تناثرت كلها طارت، ضلت بس زهرة واحدة وجالسة كده الريح يفرفرها، اذا طارت خلاص. أخبيها بقلبي. شوف جالسة مثل هذه زهرة شبابي كده الريح وانا متمسكة. هسه انت دخلت البث مبسوطة، نكدتي ليه؟ انا كده برج السرطان، يعني اكون فرحانة انكد عليك في منت. انا ما احب انكد عليه، انا بشوف وجهك كل الفرح، ما راح انكد، بس انت نكدتي. من فرح هذه؟ صاحبتي الثانية. يا عمراي والله انا من الشيبات اللي في راسك هذا عرفتك جبل عيوني الجدف، عارفتك وتتغزل كتير. الولد اللي بتغزل كتير ترى. الأولى هديل والثانية فرح والثالثة أنت، عشان أنت أخذ عليك القرار. على أبوي الوجه مش ولا استحى. يلا هون لا أصيدك، فوزون بنحكمها. انت شو برجك يا إيهاب؟ برج الثور. مشان هيك تتغزل فيا. عشان الأحمر. أنا أصلا من أول بدي أحكي. لا في مثل بعدين أقول إذا حبيبي ما أدري إيش البس له أحمر. ولا تقول ليش تتغزل فيا؟ شو يعني ليش بتغزل فيك يعني؟ عشان الأحمر ولا؟ لكن بحترم حالي يعني. يا عمراي أعطيك فوزوني. الدكتور. يلا احكي لي مواصفات، هاي آخر جولة قبل يجي العشاء، بس عشان تحكي لي المواصفات يلا. برج الثور مرة شخص كذاب، يعني بين الكذبة وكذبة يحط كذبة. اوكي صراحة يعني للأمان. شو كمان؟ يحب العائلة. إيه بس بنفس الوقت ما عنده عائلة. ليه؟ كده أنا ما تسألني ليش، هذا الشيء كده. انت قاعد بتكيسي حاليا وانا طلبت جولة جديدة عشان افكرك تفهمي في هالامور. اوكي كملي. اوكي شو كمان؟ انا مرة عنده شوية من طبع حسام حبيب. اوكي شو كمان؟ مثل شخصيته مثل كاظم الساهر، يتغزل كتير 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 كتير، آخر شي طلق كتير. اوكي كده فهمت؟ يعني سبحان أقوالهم عكس أفعالهم. اوكي كيس كمان. انا معك ساعة خلاص، بديت جولة عشان اسوي. تعال الصدق اسأل جوجل. اوكي مرة صبور. يعني صبور. يعني ينتظر السمكة لين تشبك في الصنارة. بس تشبك في الأخير؟ على حسب أجمع. اوكي بس تشبك يعني في سمكات يكون هم من نوع الحوت ما تشبك. على الفاضي يروح صبروا على الفاضي. تاكل الصنارة وتنحش. ايوه طيب إذا سمكة صغيرة وكيوت اصطادها، إذا سمكة حوت طاح في حوت أزرق أو شيء تاكله هو والشبكة. يا جعلني أصيدك. طيب كمل. طب والسرطان؟ السرطان معلش جوهانة. السرطان شوف والله السرطان مرة كيوت مرة الناس تحبه بغباوة. هلا اللي عندي كلهم أغبياء. ولا ترى تكيس من راسها. برج الثور ما هو كذوب، انا بكره الكذب، ودائما اوكي بنحب العائله وعندنا عائله، ودائما ناجحين في الاخلاق وفي الشغل، والعنيدين صبورين اوكي، بس هذا الصح يعني. انا بحكي عن حالي ما بعرف شو القصه. اما برج السرطان ماله؟ عيونه حلوه كثير، على بالوجه شعراته حلوين. قلت لك تور اروح اغير الاحمر ولا شنو هذا؟ لا خليك.
فتلان بس هو تقطر خجل. متأكد اللي يقدر خجل؟ شوف حتى خدود ولا فونديشن؟ لا مو فاونديشن خل عني. بعدين مش منيح انت بتحكي عشان لابس احمر وانا ثور. ترى تشوف برج السرطان. انا بيا بنيتي فاضي تتآمني في هالامور. انا والله اامن كل شيء يسلك لي. بس قاعد تضيع وقت ولا اي حكي فاضي. كل عام سيجينا خير كثير وفلوس كثير وننجح في الحياه. جات كورونا سكرت علينا سنه. وين النجاح وين الدنيا؟ اقسم بالله اني اكثر سنه نجحت فيها هي كورونا. انا ما طاح حطي لين فتح الدنيا. ليش كانت تسوي بكورونا؟ يا ولد كانت ايامنا حلوه. كان عندي مبرر اني جالس. كان عندي مبرر اني جالسه بالبيت. يعني خلاص كل الناس جالسه. هلا انا جالسه بالبيت يقول لي انت ضاع عمرك وانت بالبيت وانت بيتوتي. اطلعي روحي القطر، اطلعي روحي عمان، اطلعي روحي الاردن، اطلعي. شوفي يحسبوني ابن بطوطه انا. تمام. فما زمان كنت جالسه ومعاهم محسوبه. ما كنت اباني اني بيتوتيه. بس ما فيش كمان حدا بيجبرك على شيء. انا بدي اروح ما بدي انتهى. لا هم ما يجبروني بس ضميري صراحه يتحسس. ليش تحسس؟ انا ما بدي عشان ضاع عمري بالبيت. لا شفت ولا تشوف. الحكي ثاني. شفت كيف؟ انا عشان هيك. بس لا ما بدك تروح ما بدي اطلع انا بقعد في البيت. ما انا يعني انا هذا اشوف هذا قناعاتي. لكن ضميري يأنبني يقول لي يا بنت قومي، ضاع شبابك وانتي بالبيت. مين راح يشوفك؟ في 9 مليون بيشوفوك بس ما يقدرون يوصلوا لك. اطلعي الدنيا، شوفي الدنيا، شوفي الناس. انت عندك 9 مليون وفي الواقع ما عندك احد، حتى صديقات ما عندك. القلب ولا العقل يا دعاء؟ لا 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 انا القلب صراحة مسكبة. ها؟ لا انا شوف اقول لك يا ايهاب. اي القلب ولا العقل؟ والله تشوف على حسب. سؤال القلب ولا اكيد العقل. المادة او الحب؟ يعني الفلوس او الحب؟ يعني على حسب من وين جايين هدول. الفلوس او الحب؟ يعني تخيل يعني اقول لك الفلوس وكوع ولا اخلاق ولا هذا اتوهق، ويكون الحب وفاشل ويجوعني وجالس يتغزل فيا. يعني شو هذا؟ الفلوس او الحب؟ ما اقدر. ترى على حسب الشخص. ما في حسب الشخص. انا سألتك العقل ولا القلب قلت العقل. هسه الفلوس ولا الحب؟ والله ما اقدر. الحب. اسكت انت وياي المنافقه الكذابه على بالوجه. يلا شوف انا اقول لك نفسيتي حب الاخلاق، المبادئ، يعني الفلوس، التقادير. بس قلبي الحمار ابن الكلب. هسه كنا حكينا العقل. ما اقدر شوف ما تجلطنيش. هو سؤال وجوابه واحد. قلب ولا عقل؟ حكيت عقل. فلوس ولا حب؟ والله ما راح. ترى هذا اجي بقول لك انت فلوس ولا لا انت رجال ما يصير. اذا كنت فلوس راحت عليك. الفلوس والحب. فلوس او حب؟ اقول لك ليش الفلوس والحب. اقول لك ليش. اعطيك ليش. أوكي. عشان الزواج. البنت لما تتزوج مو تختار الرجال بس لها، تختار رجال لأولادها. اوكي تمام. لما يقول لك خذوهم فقراء يغنيكم الله، لا هذا مثل غلط. خذوهم رجال يغنيكم الله. ممكن يكون فقير بس فاشل، ما عنده طموح، ما عنده مش رجال. يعني حتى لو وقع ما يقوم، يروح يعتمد على مرته ويقول خلاص إذا تحبني تسوي، إذا تحبني تطلع تشتغل. فهمت كيف؟ فخذوهم رجالا يغنيكم الله. الرجال مهما لو عنده بس درهم بجيبه
ولا يقدر يخليك جوعانة، ولا انت، لا انت ولا اولادك. خلاص وصل الجواب. في واحد كتب ما فهمنا، يعني تقصد الحب مو المادة. طيب أرض ولا سماء؟ ايش هذا؟ أسئلة. شو أرض وشي ما هذا؟ أرض ولا سماء؟ والله أنا لو عني السماء، علشان الأرض طفشت منها. طيب دقيقة، كان عندي أسئلة كثير بس أنت أخذت الموضوع بين القلب والمادة كثير، كل شيء راح. لا مش هيك، بس هذه ترى جد يعني، ما نكذب على بعض. تجي البنت تقول لك لا الحب، لا انت بعدين ترى في لما يتزوجون اثنين ما يصير شيء اسمه حب، يصير شيء اسمه العشرة، يصير شيء اسمه المودة والرحمة. طيب ما هذا حب؟ اي بس لا، مش هذا الحب اللي انت يعني لما يكون المودة والرحمة. وش هي المودة والرحمة؟ المودة والرحمة انك تمرضي وتلاقي رجال يسندك يشيلك. تمام، وإذا هو مرض رجال ياكل التراب، ياكل الصخر، وما يخلي اولاده يمدون ايدهم للغريب. تمام. هذه المودة والرحمة. حلو. اما الحب، ترى الحب هذا في الاول يصير. طيب بعدين يكتمل الحب إلى النهاية. طيب انت مثلا اختك جاها واحد يحبها مرة، بس انت مثلا هو صاحبك مثلا تعرفوا انه هو لا عنده طموح، يعني فقير بس ما عنده طموح، دائما يقول لك والله مو قادر، والله انا ما عندي شغل، والله انا الدولة عملت لي، والله انا خلاص تعبت، والله هذا اليائس اللي ما عنده طموح. تعطيه اختك، تأمن على اختك عليه؟ لا ما تقدر. بس الرجال اللي يوقع ويقوم تكون معاه، حتى المرة ما ييأسها. طيب انت كذا كذا وكذا يقوم. طاح وقام ولسه فقير تتركه يعني؟ لا ما في، ترى شوف اقول لك شيء، كذب عليك اي واحد تقول المرأة اذا لقت احد شخص يحبها وتعرف انه ياكل التراب مشانها، مستحيل تتركه لو تقطع من ايدها وتعطيه. سعد الله. طب وين هاي البنت؟ طيب خلاص، شو لونك المفضل؟ شو لونك المفضل؟ الأحمر. لا أسود. ولا لا تدبر. الأسود. طيب صيف ولا شتاء؟ شتاء يا ربي، أحب المطر، أنا أموت بالمطر. طيب طبخ البيت ولا من برا؟ أكيد طبخ البيت. طب ما أنت ما تطبخي. بس أحب طبخ البيت عادي. طيب اللي نحبه مش دايما نطبقه. حيسموك في المستقبل ام ايش لما تجيب ولد؟ لؤي. عذا. طيب السعادة ولا المال؟ والله السعادة تصفي المال. إذا في سعادة إيش تبي في المال؟ بس هو المال اللي يجيب السعادة يعني باختصار. قناعة ولا نجاح؟ ها؟ قناعة ولا نجاح؟ ما خص، مختلفين هذول. طيب بس ولا أبو نورة، المهم اسمعي، هل ممكن الإنسان يتغير؟ كيف؟ يعني يتغير مثلا من مبادئ مثلا اللي عايش عليها واللي تربى عليها. لا الأصيل ما يتغير. اللي أصيل ما عندنا أصيل ما يتغير. عمرك شفت ذهب يتغير لونه؟ المبادئ أنا ما عرفت أشرح لك. طيب يعني ممكن في طبع وممكن يتغير، يعني مثلا بخيل، كذاب، ممكن هذا مش مبدأ. هذا أكيد بيتغير، ما في أحد بيضل. ترى أفكاري اللي هذه السنة غير أفكاري اللي كانت قبل سنة، طموحاتي هذه السنة غير طموحاتي قبل. شو ممكن يغيروا المواقف. بس حس البخيل ما يتغير.
والله حسوا. طيب تكذبي عشان الحق ولا بتحكي الصدق لو كان ممكن تخسري؟ لا أنا صراحة ما أكذب، أنا أسكت. لا أحسن أنت في موقف. أي أنا لما أصير في موقف أسكت، يعني تلاقيني هسه في موقف بدنا منك كلمة ما أقول ولا كلمة. لو تكهربوني ولازم بدنا كلمة ولا ما أقول شيء، ما ينحسب علي شيء. طب ليش استحيت؟ حتى يجي المحامي ولك مش جريمة هي. لا أنا ما أقدر، أنا لما خلاص أسكت وما أقدر أتكلم. طيب شو كمان شو نسألها؟ اكتبوا لي. دير بالكم يا جماعة. لا شو بدنا في سكور، راح سكور. شو نسألها؟ تغير أكيد. شو اللي تغير؟ التجارب تغير، يعني أنا مثلا قبل غير لما صرت في الغربة، غير شخصيتي تغيرت مرة. شو أعطتك الغربة؟ إني ما أتعلق بأي شيء، ما أتعلق بفلوس، ما أتعلق بناس، ما أتعلق بأي شيء. لأني لما تصير تتغير البيت، تصير مثلا ترتب البيت وتأتت وتحط ذكريات فيه وتنقل منه وتروح تسمح في بلد وتروح بلد تاني وتعمل نفس الشيء، تبتدي من الصفر وتأتت وتعمل هالأشياء، يخليك ما تتعلق لا في مكان ولا في ناس، يخليك عدم التعلق. اللي راح ما يصير عندك التعلق. يعني أنا دائما أخلي الناس تروح، ما خلاص أخليها تروح. طيب لو خيروك تعيش بزمن غير هالزمن وين بتكوني؟ طيب أعطيني اختيارات الزمانات اللي موجودين مش عرفني أنا بالزمن. عصر السبعينات، الخمسينات، الثمانينات، مستقبلا. والله شوف، هو كل زمان نعيشه بصير نقولوا والله زمننا كان أحلى، سبحان الله. هل هذا الجيل هذا بعدين مستقبلا يقول والله زماننا كان حلو؟ بتلوم الجيل ولا اللي ربى الجيل؟ شو؟ بتلوم الجيل ولا اللي ربى الجيل؟ لا والله الجيل بلوم على الجيل. اللي ربى الجيل. لا ممكن يكون العلاقة لا اللي احنا ربينا. لا خلينا في ناس عندهم أهل مش كويسين بس هم كويسين. ما ربي صح. لا ما ربى صح، يمكن بعدين هم سيئين، أهل سيئين، تربيتهم سيئة. إذا طلعوا حالتين شاذة معناها يعني إذا في حالتين تربي سيء مو معناته جيل كامل يطلع سيء، معناها إحنا شو ربينا شو ما بنحصد. الجيل ما له علاقة يا بنيتي لأنه إحنا اللي بنربي، ما يلام. لا طب خلاص أنا أشوف أهل والله العظيم ونعم الأهل وأولادهم غلط وربوهم ما قصروا، بس حلو. الزمن يغير أي شخص. بس يكون فيهم بذرة صالحة، مهما لف ودار بيرجع لأصله لأنه تربى صح. طيب شو أسوأ صفة بالإنسان من وجهة نظر دعاء؟ شو؟ أسوأ صفة بالإنسان. أسوأ صفة في الإنسان الشخص البياع، اللي مثلا كل شيء تسويه فيه خير ومثلا تسوي معاه غلط ويمحي لك كل شيء خير سويت فيه. حلو. طيب أسوأ صفة بدعاء. أنا متسرعة. أحلى صفة بدعاء. كلش على ما أدري بس والله ما أدري. كلش على. طيب شوفي كمان هات لنشوف. تعطي فرصة. لا أنت تقرأ الأسئلة؟ في منها أقرأ في منها لا، هيك بخطر على بالي. بتعطي فرصة ثانية؟ لا ما في فرصة. هي فرصة. طيب احكي لي عن ماذا لو عاد معتذرا. لا خلاص ناقشيني فيها. يعني شوف أقول لك، يعني شوف على حسب الموقف.
يعني مثلا إذا أنت قصدك مع الناس ولا العلاقة الخاصة؟ لا بالمجمل. لا، في فرق. اوكي احكي. شو أحكي؟ انه احكي ماذا لو عاد معتذرا؟ يعني إذا عاد معتذرا مع أخلاقه يعني. هاي المسألة، لأنه يوم ما طلع الترند ذلوه ذل. ماذا لو عاد سؤال، دعاء بتخطي ولا ما بتخطي؟ شو هذه تخطي هذه؟ يعني هل تخطئ ولا انها كاملة ما تخطئ؟ لا أكيد ما إيش في عندي حلو. جناح. إيه؟ حلو. طب إذا افرض انها أخطأت واعتذرت تطلع من لا، في الحياة؟ أخطاء، في أخطاء ما تقدر ترجعها. في أخطاء ما في مجال. لا، في أخطاء ما في والله مجال. ما في حلو. مجال. الشخص ما شو بقول لك، الشخص البياع. لا احنا سنحكي عن المجمل، يعني ما في، يعني هو القصد انه في اخطاء تغتفر واخطاء لا. أكيد، بس في صراحة أخطاء. يعني شوف، أنا عن نفسي إنسانة يعني بآمن إنه الأشخاص إذا راحوا من حياتي هذا خير لي. الله الله. من الأمان أقول خلاص، هذا ما لو في خير كان كان الله خلاه. صحيح، كل شيء بتقادير الله. صح. أهم شيء تقاعد. جمال الشكل او الاخلاق لا معروفة هذه. اوكي، لو تزوجت بتترك الشهرة، هذا من المتابعين. على حسب الشخص هذا يستاهل ولا ما يستاهل. قصفك قبل لا يجي. لا الكلب اكيد. شو الحيوان المفضل؟ ميلانا. هذا ايطالي، هذا ايش تركي. بديت. كلب هو صح؟ ايش السامعين؟ لا مو كلب هذا. ولا ايش؟ شخصية مهمة. يلا لي من هون لا اصيدك. طيب يلا بسرعة في 30 ثانية قبل لا اروح. اختلاف الثقافات بين الزوجين هل ممكن يسوي مشكلة او لا؟ لا. كويس اصلا. بس التقاليد ممكن تسوي مشكلة. وهذا كان السؤال، ثقافات لو اختلاف. لا اصيدك. يلا روح العب يا حبيبي، روح اتعشى انا. مع السلامة. صحة صحة. I love you. ميتو.